أهلا بيكم. النهاردة حضراتكم هنتكلم عن مثل شعبي كتير بنستخدمه ومتداول وبنقوله، لكن ليه قصة. ممكن فيه بعض حضراتكم يعرف ايه القصة دي. مثلنا النهاردة حضراتكم اللي بنقوله عن دم ترتر. أكيد حضراتكم المثل ده كتير مننا بيقوله. معنى مثل عن دم ترتر هي استحالة حدوث الأمر أو الطلب ده. بمعنى ببساطة كده، مثلا لما بيقول لك مثلا ايه، ان مصلحة المواطن هتتحسن بعد سنة، تبقى تقول له عندهم مترتر. يعني الموضوع ده مش هيحصل ابدا، استحالة حدوث الامر ده. ده معنى مثل عندهم مترتر. طب ايه قصة مثل حضراتكم عندهم مترتر؟ النهارده مثل ده كوميدي وبيضحكنا. عفوا. ام ترتر دي سيدة مصرية كانت عايشة حسب القصة في اسكندرية، وكانت فوق بيتها عاملة عشة فراخ، وكانت البيوت قريبة من بعض، فكانت فراخ الجيران بتروح عندها، فكانت الفرخة أو الديك اللي بيروح عندها ما بيرجعش تاني، بيتذبح وبيتاكل. وهي الست قالوا إنها اسمها نبوية أو اسمها نفوسة، الاسم مش مشكلة حضراتكم، لكن تسميتها أم ترتل لأنها كانت تلبس دايما جلباب، أو كانت تلبس هدوم عفوا فيها ترتر. وكانت الهدوم في الوقت ده اللي فيها ترتر ده نسبة إنها ست مهتمة بنفسها، يعني بتلبس الفاشون اللي في الوقت ده أو الموضة، يعني كانت ماشية عن الموضة. فالست نبوية كانت الفرخة اللي بتروح عندها بتتذبح وبتتاكل، وجيرانها يقول لها الفرخة راحت عندك محدش ياخد معاها حق ولا باطل، لدرجة إن بيه اللي عنده أم ترتر استحالة يرجع تاني، يعني استحالة ان الامر ده يحدث، برغم انك انت كانوا الستات جيرانها بيبقوا متأكدين ان الفراخ بتاعتهم راحت عندها، لكن خلاص اختفت. كانت ست بتتكلم بقوة وبصلافة، وكانت بيقولوا عندهم مترتر، يعني استحالة ان الامر ده يرجع. ده قصة مثل حضراتكم او المقولة الشهيرة اللي بنقولها عندهم مترتر. يا رب نكون قدمنا معلومة خفيفة ظريفة لحضراتكم. وفقنا الله لما فيه الخير. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته.